عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أهل الطب؟ أنتم السابقون ونحن اللاحقون. أنا جيت أزور ماما وأزورها طبعا علشان طبعا هي وحشتني جدا جدا جدا. عايزة أقول لكم بصوا المكان جميل جدا ازاي. بصوا شايفين، بصوا هدوء جميل جميل جميل. احنا في تراب، هي دي التراب بتاعتنا اللي هي في المنصورة. احنا النهاردة جينا نزورها ونقول لها يا امي احنا جينالك ونعايد عليكي، ولازم كلنا نزور اهالينا. لا مش عشان هم فرقوا الدنيا او فرقوا الحياة ان احنا ما نزورهمش، لا بالعكس، احنا المفروض نزورهم ودايما دايما نخليهم هم معانا وما يسيبوناش دايما. اروحهم حوالينا، بس احنا هنا جنبيكوا ومش هنسيبكوا حتى لو انتوا روحتوا فرقتوا الحياة. على فكرة انا عايزة اقول لكم من ساعة ما انتوا ما بتنووا ان انتوا تيجوا لاهاليكوا، من اول ما بتقوموا او من اول ما بتبتدوا ان انتوا تنزلوا من بيتكوا، هم بيحسوا بيكوا. يعني بصوا انا جاية من القاهرة للمنصورة. عايزة اقول لكم انا لو هاجي هنا كل يوم لامي والبابا وزورهم، انا هاجي كل يوم، انا هاجي لان هنا راحة نفسية. يقولك اذا ضاقت بكم الصدور زوروا القبور. هنا اغلى حاجة اتدفنت، هنا اغلى حاجة دفنت امي وستي وابويا وكل الناس، كل الناس اللي غالية علينا هنا اتدفنوا. فلازم احنا يا جماعة نتذكر احنا طبعا داخلين من البوابة، وتقروا الفاتحة لأمي والأبويا والخالي، لأن السنة دي راح مني أعز الناس عندي، اللي هو طبعا أمي وأبويا وما فيش أعز منهم. طبعا أنا هنا بتقول لهم احنا مش ناسينكم، احنا فاكرينكم، انتوا أغلى حاجة في حياتنا، انتوا كنتوا سبب من عند الله سبحانه وتعالى عشان نيجي الدنيا دي، وانتوا برضو لما روحتوا احنا برضو مش هنسيبكم. وطبعا مش هطول عليكم، انا حبيت اوريكم ان احنا دي دنيتنا. السلام عليكم.